هنعمل مع بعض النهارده فراخ بالبصل او فراخ بالمرتة. هنعملها بطريقه حلوه جدا وسهله وما فيهاش اي تعقيد، يعني من بساطتها مش هتصدقوا طعمها اللي هيطلع في الاخر. وهنعمل معاها الرز بالقرفه بالبصل، هيبقى حلو جدا وطعمه حلو جدا، واكتر رز بفضل ان انا اعمله مع الزبيب. اول حاجه هنحتاجها، هنعمل البصل اللي هنحشي بيه الفراخ، معلقه بس كبيره، معلقه واحده مش هنحط كتير من الزبده او الزيت. هنحطهم على النار لما يسخنوا كده هنحط فيهم بصله مفرومه كبيره، هنحطها بقى نقلبها كده حبه بسيطه لحد ما تدبل. مجرد ما تبتدي تدبل معانا هنحط عليها معلقه كبيره من الفلفل الاسود ومعلقه كبيره من الكمون. المفروض في الخطوه دي ان احنا ما نحطش ملح علشان ما يخليش البصل يدبل وينزل ميته، بحيث انه يفضل معايا لحد الاخر، يعني لحد ما الفرخه تستوي ونيجي ناكلها يفضل البصل كده موجود ومش دبلان او مش دايب، يعني يفضل موجود البصل. فانا لما عملتها ما حطيتش ملح، حسيت ان هي محتاجه ملح شويه، يعني كان المفروض ان هي تحط فيها ملح. فلو عايزين تحطوا ملح او بتحبوا الاكل يعني ملح يكون باين فيه كويس حطوا ملح فيها، يعني ممكن نملحها بحبه بسيطه كده من الملح. انا كان عندي فرخه صغيره يعني حطيناها، عيب احشيها بحط البصل في النص وتحت الجلد، يعني بحاول ان انا يعني هو الجلد بتاعها كان مساعدني ان هو كان واضح، يعني اقدر ادخل الفرخه كلها او حاشيتها كلها نحشيها من تحت الجلد بتاعها، ونوزع البصل كده، يعني بعد ما ندخله نوزعه بايدينا، نمشيه تحت الجلد كله الحتت اللي احنا مش عارفين نوصل لها بالمعلقه اهو. بوزعه كويس جدا على الفرخه وبحط الكميه كلها وبخليه يوصل لحد ما يوصل للرقبه كده من جوه. وبعد كده بحط باقي كميه البصل كلها في الفرخه من النص اللي هي التجويف بتاعها اللي فاضي من جوه. وبعدين بدن الرجلين بتاعتها بطلعها من الحته الفاضيه دي، بكون انا شايلاها. هيفضل معانا الحته اللي في النص. التجويف اللي عندي ده اللي هو اللي باين الاسود اللي يبقى عند الرجلين كده، اللي بيدخلني على تجويف الفرخه من جوه ده، ممكن اول ما نحطها في الشوربه نلاقي البصل كله خرج من بره. فاحنا بنجيب توسباك، بنجيب واحده بس وبنقفل بيها اللي هي الحته دي مع الرجلين، يعني بنقفلهم كلهم مع بعض علشان البصل ما يقعش مني في الميه. وكده هتكون جاهزه معايا. وبعد كده طبعا في حله على النار بنكون حاطين فيها الميه وتكون بتغلي، يعني ما ينفعش نحط الفرخه وهي الميه لسه بارده. بنحط فيها 5 فصوص حبهان و5 فصوص قرنفل، وبنحط فيها معلقه صغيره فلفل اسود، بس يا ريت يكون اللي هو خشن مش مطحون قوي علشان ما يخليش المرقه تبقى لونها غامق. وهنحط ورق لورا. بعد كده بعد ما الميه تغلي كويس جدا هنحط فيها الفرخه. يعني بصوا الفرخه تكون متقفله معايا كويس جدا. لو لقيتوا عندكم جلد الفرخه مش مظبوط او في حته مقطوعه او كده ممكن يعني تلزقوها كلها بالتوث باك تعدلوها. بعد كده بنحط الملح. انا بفضل احط الملح في البدايه علشان الفرخه تتملح كلها من جوه، يعني ما يبقاش من بره بس ومن جوه ملهاش طعم. حطوا الملح زي على حسب ما يعني تلاقوها خلاص اتملحت معاكم. وبعد كده غطوها وحطوها على النار تستوي على جنب. الخطوه اللي جايه هنعمل الرز في حله برده على النار، هنحط فيها زيت وزبده مع بعض. يعني اتفقنا دايما ان اي رز هنعمله هنحط فيه زيت وزبده مع بعض. الزبده بتدي طعم حلو ونكهه حلوه في الرز، والزيت بيدي لمعه للرز وفلفله. دلوقتي هننزل ببصله متوسطه مفرومه، يعني البصل اللي في الرز كده كده بيدوب، يعني ما بيبانش في الاخر، بيبقى يدوب حاجه بسيطه كده بس بيدي طعم حلو قوي. هنحط البصل لما يدبل خلاص يبدا يغلي معانا بالشكل ده، هنحط معلقه صغيره من السكر وهنقلبها كويس جدا علشان السكر يبدا يكرمل البصل وبيتغلف فيه كله كده. يعني بصوا لما معايا اللون ذهبي قطعه من البصل متغلفه بالسكر ومتكرمله. ننزل عليهم بقى بالرز. دول حوالي كوبايتين من الرز المصري، غسلته كويس جدا وهحطه، يعني حتى بصوا الميه بتاعته بيضه قوي، يعني ما يكونش فيها اي نشا خالص علشان الرز ما يعجنش معايا. هحط بقى كميه الرز كلها، وطبعا زي ما احنا عارفين هنقلب الرز كويس جدا لحد ما يقرمش معانا كده، يعني نسمع صوته كانه بقى رجع مش مغسول، يبقى مقرمش جدا. يعني بنقلب فيه حوالي مثلا 7 دقايق. بعد كده بقى هنتبله. مقاس المعلقه دي بربع معلقه من الصغيره، يعني لو عندكم المعلقه الصغيره بتاعت الشاي عادي حطوا فيها ربع معلقه من الفلفل الاسود ونص معلقه من القرفه. هنقلبهم بقى كويس في بعض، بس بعد ما بنحط التوابل ما بنسيبش الرز كتير على النار علشان ما يمررش او ما يديش طعم مختلف عن اللي احنا عايزينه. ادي تقليبه كده بس اقلب فيه التوابل، وبعد كده احط، يعني الفرخه كانت عندي استوت خلاص فدي الشوربه بتاعتها بنصفيها وبنحط بعد كده منها على الرز. انا طبعا يعني زي ما اتفقنا ان احنا مش هنقيس بالكوبايه، احنا بس هنغطي الرز، يعني اي حاجه تضيفوها على الرز. يعني ده رز بالبصل فبرضه ما نزودش الميه قوي زي في العادي، يعني احنا حاطينه يعني زياده عقله واحده بس عن الرز. وطبعا الشوربه متملحه فانا كده مش محتاجه ملح تاني. وبرضه دقوه لو لقيتوه ان هو محتاج ملح ممكن نحط ملح. طبعا الشوربه لازم تكون سخنه جدا وبتغلي زي ما احنا شايفين كده، ما ينفعش تبرد وبعد كده نحطها على الرز. لو بردت بنسخنها تاني وبنغطي بقى، يعني مجرد ما ياخد غلوه بنوطي عليه وبنحطه بقى على النار يستوي. بياخد حوالي 3 ساعه.
الخطوه اللي جايه هنعمل الزبيب. يعني الزبيب الافضل ان احنا نحطه على النار، يعني نديه بس يقعد دقيقه كده على النار بيتحمص بيدي طعم حلو قوي. انا حطيت زبده في الخطوه دي، بنحط الزبده ما بنحطش زيت، وبراحتكم برضو عايزين تحطوا اي حاجه من الاتنين يعني هو عادي، بس الزبده بتدي طعم احلى. حطيت معلقه كبيره من الزبده. وانا كان عندي زبيب ملون، كان عندي اسود واحمر واصفر. حطيت معلقتين كبار من كل لون فيهم. بص مجرد ما بحطه على النار والطاسه تغلي ويبدا كده يعمل فقاعات معايا او يغلي، بطفي النار خلاص وبسيبه على الحراره بتاعه الطاسه او بتاعه العين البوتاجاز. بسيبه على الحراره وبقلبه. هتبصوا تلاقي دلوقتي الزبيب معايا بدا يتنفخ كده، بيبقى عامل زي كانه بلالين كده صغيره. يعني الزبايه بتتنفش خالص وبتبقى منفوخه وبكده خلاص. يعني بصوا يعني بسيبه بقى على جنب. يعني هو كده اتعمل. لو عايزين تحطوا فول سوداني حطوا. انا في الخطوه دي ما كانش عندي فول فما حطيتش، بس مع الفول طبعا هيبقى طعمه احلى. دلوقتي خلاص خلصت كل المكونات معايا، هبدا احطها في الطبق. حطيت الرز، بصوا مفلفل معايا ازاي وحلو جدا. والفرخه بعد ما اتسلقت في طاسه فيها زيت على النار وحمرتها، في حته من الجلده بتاعتها اتقطعت وانا بحمرها، فتمام جدا مفيش مشكله، والبصل ما طلعش من جواها ولا اي حاجه. وبكده خلاص نكون حاطين الرز، وبعد كده الفرخه، وبعد كده الزبيب. مش قادره اقول لكم شكل الطبق كان حلو ازاي وطعمه. يعني بصوا الميكس ده مع بعض مع الالوان كان حلو جدا وطعمه رهيب يا جماعه. اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم ايه. هيعجبكم جدا، وطريقه مختلفه للفراخ. يعني بدل ما تتسلق بس لوحدها كده احنا عملناها بالبصل. ولو زهقتوا من الفراخ المشويه برضو تقدروا تجربوا الطريقه دي. وكمان بتعمل الشوربه طعمها حلو جدا علشان هي فيها بصل ومتبله كويس جدا، فهتبقى حلوه قوي وطعمها حلو ومختلف. تستحق ان انتوا تجربوها. والالوان يا جماعه والشكل والرز، الرز يا جماعه ده رهيب رهيب. تقدروا تعملوه مع خضار، تقدروا تعملوه مع الحمام، مع الفراخ، مع لحمه، مع اي حاجه. هيعجبكم جدا. الرز اللي بالقرفه ده ادمان ادمان بجد رهيب حلو قوي. من ساعه ما عملته وانا بعمله مع كل حاجه بيعجبني، بيليق مع اي حاجه وكل حاجه. طعمه حلو قوي ومميز. جربوها تعتمدوه. وبكده نكون خلصنا وصفه النهارده مع بعض، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.